ترى بصوا جبتلكوا ايه؟ جزء من ذكرياتنا زمان. الروتري دايل فون، التليفون ابو قرص، بس مش الجديد، لا القديم. طبعا كلنا عارفين اول تليفون في العالم اتعمل امتى، واللي اخترعه كان العالم الشهير جراهام بيل سنة 1876. مين بعدها التليفون اتطور سنة ورا التانية لحد ما وصل لشكل القرص اللي احنا عارفينه. بس المدهش انه سنة 1904 بدأ اول اصدار قريب من اللي معانا النهاردة، الروتري دايل فون ده الاسود. فترة الأربعينات بدأت شركات كبيرة زي AT&T ويسترن إلكتريك تصنيع تليفونات القرص بشكل واسع، وده اللي خلى وجوده ينتشر في البيوت والشركات وقتها. تليفون زمان ما كانش مجرد وسيلة اتصال، لا، ده كان رفاهية، كان باهظ الثمن جدا بالمناسبة، وعلشان تركبي تليفون في بيتك كان لازم تقديم وطلبات ومصاريف. علشان كده كان مقتصر على طبقة معينة من الناس، البكوات والأعيان والموظفين وكبار المسؤولين، او اللي احنا نقدر نقول عليهم مرتاحين ماديا. يعني لو في بيت فيه تليفون كان علامة على الرقي والتميز، وان البيت ده فعلا متميز لان عندهم تليفون، لانه كان حدث وقتها. اجمل حاجة في التليفون القرص كانت رنته. بمجرد ما يرن نلاقي كل افراد العيلة بتجري عليه عشان يلحقوا يردوا ويرفعوا السماعة. مكانش فيه موبايلات ولا واتساب، كانت الرنة دي بتجمع الكل حوالين الجهاز ده، وده اللي خلاه جزء من ذكرياتنا العائلية، جزء من النوستالجيا اللي كلنا فاكرينها وبندور عليها. كنا بنعمل منه مكالمات مباشر، وبنقدر نعمل منه مكالماتنا طول اليوم. العيلة كانت بتطمن على بعضها من خلال التليفون ده. كان في اشكال كتير منه والوان مختلفة، بس اللي كان اغلبها في الفترة دي كانت الاسود والبيج. بعد فترة حوالي اواخر الثمانينات بدأت المصرية للاتصالات تنزل منه اصدارات تانية باشكال عصرية تلائم الحياة العصرية اللي بدأت تاخد الناس فيها، والوان عصرية زي الاحمر والاخضر. طريقة الاتصال كانت ازاي يا دليدا؟ طريقة الاتصال كانت بتاخد وقت شوية، بس كانت ظريفة قوي وكلاسيكية. وزمان كانت الحياة هادية ورتمها اهدى، فبالتالي كانت كلاسيكية بالنسبة للحياة زمان. كان لازم تلف القرص رقم رقم، وتسيب القرص يرجع تاني، ويبقى حظك وحش قوي لو انت بتتصل بالرقم والرقم ده مشغول، لان بيخليك تقعد تعيد الرقم تاني وتلف القرص من اول وجديد. طب انا لو في حد بيتصل بيا ومش عايزه ارد عليه، لا، كان بيفضل يرن لحد ما حضرتك لا اما تشيلي السماعه لا اما ترد على اللي بيتصل بيك. بس احنا احيانا لما كان حد بيحب يكبر دماغه في الفتره دي، كان ممكن نرفع سماعه التليفون ونحطها جنب التليفون كده، لحد ما واحده من السنترال تلاقي صوتها خارج من السماعه تقولك من فضلك ضعي السماعه، من فضلك ضعي السماعه، فكنا نحط السماعه تاني. طبعا الست الكل اللي هي الامهات معظمهم كانوا بيحبوا يسيطروا على الفواتير، لان احنا عارفين الامهات يا جماعة بتحب دايما تحسب فواتيرها. فكانت بتعمل ايه عشان تقدر تكنترول مكالمات الاولاد الكتير والرغي كتير؟ كانت ممكن تجيب قفل صغير خالص 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 وتحطه هنا كده في وسط القرص، عشان القرص ما يقدرش ان هو يجي لنهاية الارقام. عشان كده التليفون ده مش مجرد انتيك، هو شاهد على مرحلة كاملة من حياتنا. ايه رأيكم في الفيديو؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، واكتبوا لي في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه انتيك تاني في الفيديو الجاي، او اي ذكريات من زمن فات. باي دليدا.